أزولاء الدكان، أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غادي نتكلموا على موضوع ديال الشيء الإطار ديال الأمازيغية علاقتها مع الكوانش بكناريوس، اللي من خلاله تأكد الدكتور الفايدي مؤخرا على أن أغلبية ديال السكان ديال المناطق ديال لاس بالماس وكناريوس من إطباع عمران. على أي بالنسبة لتأكيد هذا الخبر فنعود إلى التاريخ. أولا بالنسبة لإسبانيا تبقى محتلة، يعني المناطق ديال الجزر، اعتبارا بأن إسبانيا ما كانتش إلى حتى 1492، لأن هذه المنطقة كانت فيها قشتالة، قبلها كانت أراكون ونافارو. إذا بالنسبة لأيتباع عمران يعني عبر التاريخ كانوا يتعاملون مع القشتاليين والكوانش الأمازيغ في كناريوس. لذلك فأعتقد بأنه حان الوقت الآن باش نقولوا بأن الخطاب دابا ديال الأمازيغية أصبح الآن يطفو على السطح، وخصوصا أن الحقيقة التاريخية الآن أصبحت لا غبار عليها. لذلك نقول بأن أولئك الذين يدعون بأن من مناطق مثل إفنية أو مناطق الصحراء أو المغرب عروبية أو كذا، فهذا من البهتان. نحن الآن نتحدث عن تاريخ عريق جدا يبدأ من مملكة بوطة التي كانت صلة وصل بين كناريوس وأيتب عمران، ونعلم بأن إخوتنا الكوانش هم أمازيغ، أصدقاء أمازيغ الصحراء.